اهلا بكم في قناة حلو وحادق مع مريم، وحشوني كتير جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هنعمل معاكم شوربة اللحمة الضاني بتكات جديدة وسهلة، والناس كتير جدا مش بتحبها، واحنا عارفين طبعا العيد الكبير على الابواب. شايفين مستوية ازاي؟ حاجة كده اخر الجمال. فقلت لازم اعمل معاكم الفيديو الجميل ده علشان كل اللي مش بيحبها ان شاء الله بعد الفيديو ده يحبها. حل على النار ونسيبها تسخن شوية، وبعدين هنا هننزل بمعلقتين من الزيت، وكمان معايا هنا حوالي 3 قطع من الدهن. ولو اللحمة بتاعتك فيها دهن طبعا مش هتعملي الخطوات دي خالص، هي هتنزل الدهون اللي فيها. تمام. خلاص احنا هندي اللحمة بتاعتنا صدمة علشان نقفل المسام بتاعتها كلها وما تجيبش المية. والخطوة دي مهمة جدا سواء كان لحمة او فراخ. وهنديها تقليبة حلوة، وانت بتشوحي كده اللحمة لازم يكون جنبك مية سخنة. هنشوح اللحمة بتاعتنا كويس جدا، وهنضيف التوابل بتاعتنا هنا بالتدريج، مش هنحطها مرة واحدة. انا بس هنا مستنية تاخد لون معايا. طبعا عارفين كلنا ان اللحمة الضاني فيها عظم كتير، فهي القطعة عندي كانت كبيرة علشان كان فيها عظم. وصدقوني لو سلقتوا اللحمة بالطريقة دي مش هيبقى ليها ريحة خالص، وكل الناس اللي هي ما بتحبش الضاني ان شاء الله هتعجبها. كده خلاص اللحمة بتاعتي اتشوحت. انا هنا هحط الفلفل حب، مش هحطه مجروش ولا مطحون علشان الشوربة بتاعتي ما تسودش مني وتكون محتفظة باللون بتاعها. ومعايا هنا حوالي 3 فصوص من الحبهان. وكل ما احط حاجة هشوحها بالشكل ده، مش هحط الحاجات كلها على بعض، انا هحطها بالتدريج علشان هنا انا عايزة اخد النكهة بتاعة التوابل بتاعتي. وهنزل هنا بورقتين من الراولة او ورق الغار. ومعايا هنا فصين من التوم، انا هقطعهم بالشكل ده، لو انت حابة تحطهم صحاح مفيش مشكلة خالص. انا بس عايزة اللحمة تاخد النكهة بتاعة التوم. وكل ما نحط حاجة نشوح اللحمة بتاعتنا علشان التشويحة دي هي اللي بتضيع الريحة بتاعة اللحمة. لو عندك مستكة حطي، انا مش متوفر عندي مستكة. تمام. ومعايا قرفة هنا خشب، بس ما تحطوش كتير جدا علشان القرفة الكتير بتمرر الطعم. واشوح كل التوابل بالشكل ده، عايزة كل حاجة تاخد من طعم بعضها. ومعايا هنا حبايتين من الجزر، وانت عارفين طبعا ان الجزر مهم جدا وبيدي تسكيرة حلوة قوي للشوربة. ومعايا هنا بصلة مقطعة، اي تقطيع، لو حابة تحطيها سليمة مفيش مشكلة خالص. انا هنا بقطعها علشان عايزاها تدي ريحة وطعم للشوربة. وبشكر كل حبايبي ومتابعيني اللي بيكتبولي تعليقات جميلة كده زيهم. ومعايا هنا حبة من الطماطم متقطعة اي تقطيع، وهشوحهم مع بعض. وبعدين بجيب المية المغلية بتاعتي، لازم تكون جنبك مية مغلية علشان تغلى على طول والمسام بتاعتها ما تتفتحش، وتكون اللحمة معاكي جوسي وما تكونش ناشفة. وهخليهم يغلوا مع بعض، وبعد كده هرجع لكم. خلاص اللحمة بتاعتي دخلت مرحلة الغليان. هحط هنا معلقتين من الملح طبعا، والملح ده حسب الرغبة. ومعايا معلقة صغيرة من السكر. والسكر فايدته ايه؟ ان بيحافظ على لون اللحمة، وكمان بيديها تسكيرة في نفس الوقت. طيب ناس كتير جدا هيقولوا ليه بتحط الملح في الاول؟ هقولك مش فارقة كتير، ما بتفرقش اساسا يعني. اهم حاجة عشان تاخدي اللحمة بتاعتك والتسوية صح لازم تهدي النار. وهتاخد معايا من ساعة لساعة ونص وارجع لكم. انا خلاص اللحمة بتاعتي استوت، شايفين شكلها يجنن. هوريكم شكلها دلوقتي حالا وهي مستوية قد ايه.
شايفين حاجة كده في منتهى الجمال، مش قادرة اقول لكم على ريحتها وطعمها، حاجة كده قلب الدنيا. نقفل النار ويلا نقدمها مع بعض. شايفين شكل الشوربة تجنن. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.